لو هنتكلم بصراحة فأنمي بلو لوك واحد من الأنميات اللي عمل شعبية لنفسه من غير أي مبالغات كبيرة. الأنمي بيتكلم باختصار إن اليابان محتاجة إن يكون فيه مهاجم واحد يغير شكل المنتخب بتاع اليابان كله، ومن هنا بتبدأ التجربة بتاعت بلو لوك. أنا لسه مخلص التو سيزونز اللي نزلوا من بلو لوك، وفي الفيديو ده هقول لكم رأيي في الأنمي بصراحة. بس قبل ما أبدأ متنساش تدخل تعمل لي لايك وفولو. إيساجي اللي هو البطل شكله يبان عادي جدا، ولا هو أقوى واحد ولا هو أسرع واحد ولا هو أمهر واحد، بس هو عنده حاجة مهمة جدا اللي موجودة دلوقتي في كرة القدم الحديثة، وهي الوعي المكاني، وهي إن هو يقدر يقرأ الملعب كله كشبكة متكاملة، ويقدر إن هو يشوف كل الزوايا بتاعة الملعب، ويكون بيقرأ كمان الحركات اللي بتحصل في الملعب قبل ما تحصل. يعني باختصار كده بيكون قاري الملعب كله. والموضوع ده مش خيال عموما، لان في دراسات فعليا طلعت من جامعات في اوروبا بتقول ان الوعي المكاني اهم من السرعه واهم من المهاره في بعض الاحيان، وهي اللي بتساعد ان اللعيبه تظهر، زي مثلا ما بنشوف تشافي في برشلونه، حاجه طبعا كلنا عارفينه وعارفين المستوى بتاعه. او لما بنشوف دي بروين مثلا وهو في مانشستر سيتي كان بيعمل ايه. هو ده بالظبط الوعي المكاني اللي الفكره بتاعت بلو لوك بيتكلموا عنه، اللي هو انت بتبقى قاري الملعب كله من كل الاتجاهات اللي حواليه. فالانمي نفسه بيعتبر بيكسر واحدة من القواعد اللي كانت دايما موجودة في الانميات الرياضية، اللي هو احنا بنبني فريق كامل علشان الفريق كله يكسب. يعني الروح بتاعت الفريق هي اللي بتخلينا نكسب، ان احنا نبقى مترابطين مع بعض ونبدأ ان احنا نكسب. الانمي ده بقى مش بيعتمد على كده خالص، هو بيعتمد ان هو عايز يعمل مهاجم واحد هو اللي هيغير الفريق، او هو اللي الفريق كله هيتمحور عليه علشان يساعدوه ان هو يدخل الاجوان. وبصراحه الشخصيات اللي معموله في انمي بلو لوك بتخليك تحس ان انت هتفضل فاكرها. يعني رين مثلا شخصيته هاديه ودايما تحس ان هو مش بيتعصب بسهوله. وعندك شخصيه تانية زي ناجي اللي هو الشخصيه الموهوبه بالفطره، اللي هو عنده مهاره اصلا من غير ما يحتاج للتدريب، هو اوريدي مولود بالفطره عنده المهاره. وطبعا في شخصيات تانية كتير، هو كل شخصيه في الانمي تعتبر شخصيه مميزه، وكل شخص بيتفرج هيحس ان شخصيته بتميل لشخصيه اكتر من الشخصيه التانية. يعني انت مش لازم تميل لشخصيه البطل اللي هو ايساجي، لا خالص، انت ممكن تلاقي نفسك بتروح حاسس ان انت شخصيه تانية هي اللي اقرب ليك، او شخصيه تانية هي اللي تستاهل تكون احسن مهاجم جوه الانمي. ولما نيجي بقى للجزء بتاع الارقام بتاعت انمي بلو لوك، فالمانجا بتاعته بايعه 28 مليون نسخه في سنه 2023، وفي 2024 دخلت في التوب 10 من المانجا المباعه سنويا، غير ان انمي بلو لوك جايب مشاهدات عاليه على نتفليكس وكرانش رول. انا بصراحه لما اتفرجت على الانمي وخلصته بقيت حاسس ان هو مش بيتكلم بس عن كره القدم، هو بيتكلم عن التطور اللي الانسان محتاج يبقى عنده، او التكيف. ان انت لو حد عندك طموح او عندك هدف عايز توصل له، فانت لازم تطور من قدراتك حتى لو التطور ده هيجي عليك او على شخصيتك، لان عشان توصل للي انت عايزه لازم تتطور ولازم تتكيف على الوضع اللي انت فيه. فهو ده اللي انا شفته بصراحة في انمي بلو لوك. لو انت اتفرجت على الانمي قول لي مين الشخصية اللي انت شايفها افضل شخصية وهي اللي تستحق تكون المهاجم الاول في الانمي، وهستنى كومنتاتك. ولو اول مرة تشوفني فانا اسمي فتحي سنادة، وما تنساش تدعمني بلايك وفولو.